زي النهارده ان شاء الله يوم الجمعه الجايه الملحمه الكبيره اللي هيقدمها جمهور النادي الاهلي، 50,000 مشاهد، 50,000 داعم للنادي الاهلي لرد الاعتبار. اعتبار ايه؟ اعتبار للكره السودانيه وبالذات نادي الهلال واعلاميين نادي الهلال اللي طالما وجعوا دماغنا بماتش الهلال اللي كان في السودان وانهزمنا فيه بهدف مباغت من خطأ للشناوي. ومن ساعتها الصحافة السودان، ومن ساعتها إعلاميين السودان وجماهير نادي الهلال ملهمش سيرة غير النادي الأهلي. ما عندهمش مشكلة ان هم يطلعوا من افريقيا، بس اهم حاجه نادي الاهلي ما يوصلش. مش عارف ايه القصه بالظبط وايه اللغز، لكن انت براحتك. نادي الاهلي احنا واثقين ان هو هينجح وهيقدم كره كويسه، وهتبقى دي نقطه الانطلاقه، خصوصا طبعا بعد القرار ب 50,000 مشاهد للنادي الاهلي. انا اول واحد فيهم ان شاء الله. موعدنا مع جروبنا للنادي الاهلي والتجمع، طبعا الناس كلها عارفاه، هنوصل للاستاد وهنعمل ملحمه كبيره جدا، وهنقول لكل الناس ان جمهور النادي الاهلي بخير والكره المصريه راجعه تاني ان شاء الله. طبعا انا ما مسيتش عليكم بعد مساء الخير ووحشتوني جدا جدا، ورمضان كريم، رمضان الخير، شهر في السنه بيسعد كل المصريين وكل الامه الاسلاميه. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين، ويا ريت اللي ما اشتركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي اشترك وفعل زر الجرس يصلك دائما الجديد. طبعا احنا عارفين ان اللقاء خلاص يوم الجمعه. احنا ما كناش عاملين ضجه كبيره جدا، ماتش زي اي ماتش، ولكن الاحداث اللي بتحصل ليل نهار، مش ليل نهار، كل ساعه من الطرف السوداني بتقول ان الماتش ده هيبقى ماتش ليه اهميه خاصه جدا، خصوصا ان هم اشتكوا في الكاف والاتحاد طبعا الافريقي مترقب الماتش ده. اشتكوا مره واثنين وثلاثه ان في وسائل الاعلام تهديد لجماهير السودان. طبعا انا عايز افهمك ان انت جماهير السودان كلها تبقى 100 تذكره للجانب السوداني، انت غير متواجد، غير متواجد جماهيريا، غير متواجد في الحدث التاريخي اللي هيحصل ان شاء الله يوم الجمعه. الحدث ده تاريخي ليه يا جماعه؟ لان هيبقى رد الاعتبار ونقطه انطلاق للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العاشقه للكيان. طبعا احنا عارفين، والناس اللي حضروا في التالتة شمال عارفين الاحداث بتمشي ازاي هناك والتجمعات الجميله، وان شاء الله هنقدر نفهم الناس ديت اللي انتوا قليله معرفش. طبعا انتوا عارفين ومتابعين في واحد سوداني، صحفي سوداني طالع ليل نهار على السوشيال ميديا يتوعد النادي الاهلي وان النادي الاهلي الابن المدلل للاتحاد الافريقي. اقول له يا جدع احترم نفسك، انت مالكش وجود زي ما احنا قلنا، انت صحفي غير مفهوم وغير معروف، ولكن طبعا ما مش عارفين بالظبط هل في ايادي هنا بتحركك. كل شيء جايز، ولكن احنا ما بنبصش للصغائر دي، واحنا عارفين ان الجانب الاهلي متمثل في اداره والنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب هيستقبل الفرقه السودانيه احسن استقبال، وده اللي احنا مش عايزينه للاسف. لكن ده اللي هيحصل لان النادي الاهلي كبير وكبير افريقيا، كبير الوطن العربي، لما يجي له ضيف لازم يتشال على الراس. غيرك انت بقى يلي ما بتفهمش في الاصول وما عندكش يعني ايه استقبال الضيوف، لان انت صغير ومتدني الى اقصى درجه. طبعا احنا عارفين، احنا بنتكلم على الصحفي ده وجزء من جماهير الهلال، لكن اكيد في ناس فيهم فاهمه وناس عاقله وعارفين ان كل ده شو اعلامي مش اكتر من كده. ليه؟ لان الواحد لما يبقى صغير بيحاول دايما يكبر نفسه باي مشكله، ولكن انت للاسف هيستقبلوك هنا احسن استقبال، لكن جماهير الكره المصريه متمثله في النادي الاهلي مش مرحبه بوجودك، وانا واحد منهم. هتقول لي ليه؟ هقول لي انت لما تعتدي على حارسنا الثاني علي لطفي وياخد على وشه في ارضك وفي ملعبك، يبقى انت اساسا مش كويس. لما نيجي السنه اللي قبليها نفس القصه، والسنه اللي قبليها نفس القصه، والامن السوداني يحوط الملعب، والحكم المباراه اللي هو كان جزائري، لو انتوا نسيتوا الاحداث وعايزين تفتكوا بين النادي الاهلي. طب ليه؟ النادي الاهلي عمل لك ايه؟ بنستقبلكم هنا احسن استقبال، مفيش منافسه بيننا وما بينكم. ايه السبب وايه كرهكم للنادي الاهلي بالذات؟
والله اعلم، ولكن في حاجات خفيه. المسؤولين هنا في مصر افتنوا للقصه دي، فعشان كده سمحوا ان 50,000 متفرج. انا عن نفسي انا كنت بقول 20 30 بالكتير قوي، لكن 50 دي حلوه قوي، وممكن كمان يبقى اكتر من كده. وسمعنا ان التذاكر هتبقى مش بالسعر اللي هو الكبير، فكده اي حد يقدر ان هو يروح. وزي ما احنا قلنا خلاص التذاكر هتنزل بعد كام يوم، وشركه تذكرتي، وعايزين لقاء الناس كلها تحتذى به من جانب الجماهير الاهلاويه. اما قصه اللاعبين احنا عارفين هم هيعملوا، فاللعيبه ان شاء الله في النادي الاهلي عارفين دورهم كويس، والدور اللي احنا لازم نبقى متواجدين والناس كلها تشوفنا، وتبقى دي نقطه انطلاقه عشان الادوار اللي بعد كده. وانا بقول لكم النادي الاهلي ان شاء الله لو صعد بنسبه كبيره هيبقى في النهائي، افتكروا كلامي كويس. فكل دعم النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي فوق الجميع زي ما احنا عارفين. وبنطالب طبعا الاداره بالتدعيم المناسب للاعيبه النادي الاهلي في المرحله اللي جايه. طبعا احنا عارفين محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا بنسبه 99% في النادي الاهلي، وده هيبقى خليفه علي معلول. طبعا بنتمنى برضو احمد ياسر ريان يبقى متواجد مع لعيبه سوبر، خصوصا في خط طبعا الهجوم. واحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا الدفاع، كل ده المفروض بالسلامه. فان شاء الله النادي الاهلي بصفقاته الجديده يقدر يفهم الناس كلها. وما ننساش طبعا اللي احنا عندنا طار مع جنوب افريقيا سان داونز، وان شاء الله بنتمنى ان احنا نلعبه في النهائي عشان نعرفه ان الماتش اللي فات ده بتاع 5 كان اللعيبه نفسها نازله خايفه من الاجواء كلها، فعشان كده نزلوا اتهزموا قبل ما المباراه تبدا. ولكن ان شاء الله النادي الاهلي معودنا، النادي الاهلي في الصداره، وهنشوف كل الكلام ده في الاسابيع اللي جايه. وطبعا قصه الدوري العام، ماتش غزل المحله هيكون بعد 3 ايام من ماتش الهلال. بنتمنى طبعا الدعم ومواصله الجماهير. عايزين بعد كده يا جماعه سعه الاستاد تبقى كامله في كل المباريات، عشان الكره المصريه تقدر ان هي ترجع زي ما كانت وتبقى في الصداره. مصر هي اللي عملت الاتحاد الافريقي، وطبعا لينا صولات وجولات. فبنتمنى ان شاء الله نرجع للعصر الجميل، عصر ابو تريكه، عصر محمد بركات، لما كنا بننيم افريقيا من المغرب، وده هيرجع ان شاء الله. انا مش طول عليكم اكتر من كده عشان السحور، رمضان كريم. وما تنسوش يا جماعه المتابعه والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.